السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبصحه وبسلامه. رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا على طلبات البنات حبيت اشارك وياكم غرزه الاناناسه على الشال المثلث يكون بهذا الشكل. فحبيت اشارك وياكم هذه الغرزه. احنا نفتح يوميا بعض الاحيان بين يوم ويوم على برنامج التيك توك لايفات، ونشرح بعض الورش، وبعض المرات مثلا نشتغل الورش الخاصه بينا ونفتح لايف ويا البنات. فعجبتهم هاي الغرزه، حبيت اشرحها لكم على القناه حتى يكون مرجع لهم ويستفادون من هم وغيرهم الباقين. فنبدا على بركه الله ونقول اللهم صل على محمد وال محمد طيبين طاهرين. هنا راح استخدم اني هذا نوعيه هذا الخيط، هذه راح استخدم هاي النوعيه مالت الخيط. ان شاء الله واضحه وياكم، نوعيه حلوه وناعمه. هي طبعا مالت ملابس، مالت قبعات، سكارف، يعني حسب شال هماتين تقدرون تستخدموه. طبعا بالنسبه للشال، الشال راح ياخذ من 1200 الى 1500 متر حسب النقشه. انا لحد الان ما عارفه كم الكميه اللي راح تاخذ عندي بهذا الشال، لان هذا كميته تعرفون ان العواميد، عمود الامام والعمود الخلفي يسحب خيط. فنشوف احنا لوين نوصل ونعطيكم ان شاء الله المعلومات بالفيديوهات القادمه ان شاء الله. تمام. انا بالنسبه لي باديه بنوعيه هذا الخيط، بس اللون النفطي او لون التركوازي. وصلت ما شاء الله مرحله بي، بس حبيت اشارك وياكم بلون الابيض حتى يكون واضح وياكم بالشرح. راح استخدم هذا الخيط، طبعا راح تكون السناره مالته 4 الى 5. انا حستخدم سناره رقم 3 ونص او رقم 4 حسب انتم شنو حابين تستخدموا. راح استخدمها هسه رقم 4 على مود الشرح حتى يبين وياكم، حتى اللون السناره اللون مختلف عن اللون الابيض. فنبدي. والشال مثل ما قلت لكم ياخذ من 1200 متر الى 1500. هاي عندي هنا مكتوب 100 غرام 100 جرام، عندي 250 متر. بعض الاحيان تكون 300، بعض الاحيان تكون 400، بعض الاحيان 350 حسب غرامات الشله. تمام بنات، او الكوكله احنا نسميها بالعراق. هسه نبدا وياكم الشرح، ما نريد نطول عليكم بالكلام، ونبدا على بركه الله. راح افتح الخيط ونبدا. بسم الله. طبعا هي الغرزه غرزه الصنوبر بنات، مو غرزه الاناناسه. هاي هي غرزه الصنوبر، شوفوها بهذا الشكل. هي تشبه غرزه الاناناس بس مو الاناناس، هاي الصنوبر. تمام بنات. مع الاسف باترونها ما موجود، انا دورت عليه هوايه ما لقيته. المهم، يلا نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نشتغل غرزه تثبيت. اول شيء نشتغل 5 سلسله، 2 3 4 5. نيجي نقفل بالسلسله الاولى اللي اشتغلناها، نقفل بمنزلقه هذا الشكل. صارت عندنا فتحه بالوسط دائره. راح نرتفع 1 2 3 سلسله، نشتغل داخل الدائره عمود بلفه. مع ارتفاع السلاسل راح يكون عندنا 2 عمود بلفه. نرجع نشتغل 1 2 سلسله نفس المكان الدائره، في وسط الدائره طبعا يكون، نتاكد في وسطها. نشتغل 2 عمود بلفه، 2 سلسله، ونرجع نشتغل 2 عمود بلفه. ان شاء الله الشرح يكون واضح وياكم وتستفادون منه، ويا ريت الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. بعد ما كملنا بهذا الشكل، بهذا الشكل يكون عندنا. راح نشتغل، راح ندور العمل بهذا الشكل. قبل ما ندور العمل نرتفع 1 2 3 4 سلسلة. الآن ندور العمل ونشتغل داخل فراغ هاي السلسلتين، نشتغل الصدفة 1 2 3، 2 سلسلة، نرجع نشتغل 3 عمود بلفة. بهذا الشكل نرجع نشتغل 1 2 سلسلة، ونرجع نشتغل داخل السلاسل، داخل السلاسل الثانية نشتغل 3 عمود بلفة. اشتغلنا 3 عمود بلفة، 2 سلاسل، 3 عمود بلفة. بعدين نرجع نشتغل بهذا المكان 3 عمود بلفة، 2 سلاسل، 3 عمود بلفة.
كونا الصدفة الثانية بهذا الشكل. بهذا الشكل يكون العمل التأسيس مالتها. تمام. هسه راح نرتفع 1 2 3 4، ندور العمل، راح نرجع نشتغل الصدفة مرة ثانية نفس المكان فوق الصدفة، يعني الصدفة فوق الصدفة. هذا العمل يكون ثابت، ونشتغل سلسلتين وبعدين نشتغل 3 عمود بلفة. ان شاء الله يكون الشرح واضح وياكم والتصوير واضح. بعد ما كملنا بهذا المكان راح اشتغل 3 سلسلة، 1 2 3. طبعا راح تكون 3 سلسلة بس من الجوانب، بس في وسط العمل راح نشتغل سلسلتين. تمام. نرجع نشتغل هنا بهذا المكان عمود بلفة، راح نأسس للصنوبر 1 2 3 سلسلة، ونرجع نشتغل نفس المكان 1 2 العفو عمود بلفة. اشتغلنا عمود بلفة 3 سلسلة عمود بلفة، نرجع نشتغل 1 2 3 سلسلة، نرجع نشتغل الصدفة بهذا المكان حتى يكون شغلنا واضح وياكم ان شاء الله. 1 2 ونرجع نشتغل 1 2 3، وهاي خلصت عندنا الصدفة. بهذا الشكل يكون العمل ان شاء الله واضح وياكم التصوير، يكون بهذا الشكل. الآن راح شو نسوي؟ راح نرتفع ل4 سلاسل، طبعا هي الثابتة تكون 3 4. ندور العمل، نقلب العمل ونشتغل الصدفة على الصدفة، نكون هذه الصدفة على الصدفة 2 سلاسل 3 عمود بلفة. هذا الشكل نشتغل 3 سلسلة، نرجع نشتغل. هسه راح نأسس على بهذا المكان حرف الفي، راح نأسس لأننا عفوا الصنوبر، راح نشتغل 10 عمود بلفة بهذا المكان. 1 هذا العمود الأول، هذا العمود الثاني، 3 4 5 6 7 8 9 10. نتأكد من العدد 2 4 6 8 10. راح نرجع نشتغل 3 سلسلة ونشتغل الصدفة. طبعا اتفقنا الصدفة تكون ثابتة من الجوانب. تمام. 2 سلسلة و3 عمود بهذا الشكل. نرتفع ل4 سلاسل، ندور العمل ونشتغل الصدفة. واحد اثنين اثنين، وهذا 1 2 3 عمود بلفة. ثلاثة سلسلة. راح نرجع نشتغل على 10 عمود، 10 عمود بريد أمامي أو بريد خلفي. راح نبدأ بالبريد الخلفي، 1 2. طبعا البريد الخلفي هو هذا اللي يكون ندخل داخل العمود ونطلع من وراه بهذا الشكل، يعني ندخل من الأمام إلى الخلف بهذا الشكل، فيصبح عندنا هذا البريد الخلفي. نشتغل 10 على كل عمود عمود. اشتغلنا 2 4 6
7 8 9 10. اشتغلنا 10 عمود بالبريد الخلفي. نشتغل 1 2 3 سلسلة ونشتغل الصدفة، والصدفة مكونة من 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة. إن شاء الله يكون مفهوم. بهذا الشكل نرتفع ل4 سلاسل، وبهذا الشكل صار العمل. طبعا شلت المفرش حتى يبين وياكم العمل. بهذا الشكل صار عندنا العمل. راح نرجع نشتغل الصدفة، ندور العمل نشتغل الصدفة. 1 2 3 1 2 1 2 3. نشتغل 3 سلسلة ونرجع نشتغل. الآن راح نرجع نشتغل البريد الأمامي. شوفوا بهذا الشكل حتى يكون البريد الخلفي كله لورا. فراح نشتغل البريد الأمامي على 10 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلنا 10 عمود في البريد الأمامي. الآن راح نشتغل 3 سلسلة ونشتغل الصدفة. أشتغل الصدفة وأرجع لكم. كملت الصدفة، ارتفعت ال4 سلاسل، أرجع أدور العمل، أقلب العمل ونرجع نشتغل الصدفة هماتين، ونرجع نشتغل 2 سلسلة، ونرجع نشتغل 3 عمود بلفة. الآن عندنا هسه لازم هنا راح نأسس إلى صنوبر ثاني، يعني حيكون صنوبر من هذا الجنب وصنوبر من هذا الجانب الثاني. فلما نبدي نأسس راح نتناقص، يصير التناقص. تمام. هسه راح نشتغل 3 سلسلة، هاي ثابتات قلنا عندنا 3 سلاسل. نجي بأول عمود أو آخر عمود من الصدفة، آخر عمود من الصدفة بجنب السلاسل، ندخل على راس العمود ونشتغل عمود بلفة، 3 سلسلة، ونرجع نفس المكان نشتغل عمود بلفة. بهذا الشكل أسسنا إلى صنوبر، مكان الصنوبر. تمام. نشتغل هسه هنا اشتغلنا 3 سلاسل، هنا بالوسط راح نشتغل 2 سلسلة، ما راح نشتغل 3. إذا اشتغلنا 3 راح يكون بهذا الشكل، يعني بزيادة. راح نشتغل 2 1 2 ونشتغل هسه التناقص. التناقص يكون حبايبي التناقص من بعد السطر الثالث. كملنا السطر الثالث ونبدي ندور العمل ونأسس إلى مكان الصنوبر، نشتغل 2 سلسلة، نبدي بالتناقص في الدور الرابع. تمام. لما ننهي الدور الثالث بالدور الرابع نأسس ونبدي ننقص. فراح نترك أول وحدة، أول عمود راح ينترك، نشتغل بعده، نشتغل اللي بعده. طبعا عمود في البريد الخلفي، نشتغل 8 عواميد في البريد الخلفي. 8، هاي 3، هاي 4، 5، 6، 7، 8. عندنا
تركنا واحد من البداية وتركنا واحد من النهاية بهذا الشكل. فاشتغلنا ثاني واحد لحد تاسع واحد، يعني 8 اشتغلنا فقط. يعني نترك أول عمود من البداية وأول عمود من النهاية، فيصيرون عندنا 8. راح نشتغل 2 سلسلة متفقين عليها. نرجع نشتغل بأول عمود من الصدفة. أول عمود هذا عندنا من الصدفة، على رأس العمود نشتغل العمود، عمود 3 سلسلة، ونشتغل نفس المكان عمود بلفة بهذا الشكل. نرجع نشتغل 3 سلسلة ونرجع نشتغل الصدفة. قلنا الصدفة ثابتة، والأربع سلاسل بعد ما الارتفاع، يعني ارتفاع للدور الثاني يكون ثابت، و3 سلسلة تكون ثابتة بين الصدفات وبين بداية العمل يكون ثابت. نرتفع 1 2 3 4. شوفوا بنات، شوفوا شلون صار. هاي عندنا التأسيس وعندنا التناقص. راح نرجع نشتغل الصدفة 1 2 3 عمود بلفة، ونشتغل 2 سلسلة، ونرجع نشتغل 3 عمود بلفة. نرجع نشتغل 3 السلاسل الموجودة. قلنا راح نرجع نشتغل هسه شنو نشتغل بنات؟ نشتغل فوق حرف الفي الاستثناء، نشتغل 10 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهاي 10. نتأكد من العدد 2 4 6 8 10. الوسط قلنا شنو نشتغل 2 سلاسل 1 2. هناك نقصنا من نقصنا 1 من 2 من الجوانب. هنا همتين راح نقص 2 من الجوانب، فراح نشتغل 6 عمود في البريد الأمامي، يعني نترك أول واحد ونترك الأخير. تمام. ونشتغل 1 2 3 4 5 وهاي 6. اشتغلنا 6 البريد الأمامي، نشتغل 2 سلسلة ونجي نأسس إلى الصنوبر 10 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تأكد من العواميد حتى ما يصير عندنا غلط. 2 4 6 8 10. نشتغل 3 سلسلة، نجي نشتغل الصدفة. اشتغل الصدفة وارجع لكم. بعد ما اشتغلت الصدفة بهذا الشكل صار شغلنا تأسيس تناقص. تمام. نرتفع الأربع سلاسل ونشتغل الصدفة. اثنين سلسلة 3 عمود بلفة. نشتغل 3 سلسلة ونرجع نشتغل بهذا المكان في البريد الخلفي. نشتغل 10 على كل عمود، يعني على كل عمود عمود البريد الخلفي، عمود البريد الخلفي بهذا الشكل.
نشتغل سلسلتين ونجي إلى هذا المكان حتى نتناقص. راح نترك الأول ونترك الأخير، نشتغل على 4 في الوسط، نشتغل 4 في البريد الخلفي. طبعا هي هسه بدأت تظهر ويانا الغرزة، كل ما ترتفعون يزداد عدد الوحدات مالت الصنوبر. هنا هماتي راح نشتغل 10 في البريد الخلفي، وارجع لكم بنات حتى الفيديو ما يطول عليكم. اشتغلت ال10 عمود بلفة في البريد الخلفي العفو، اشتغلت 3 سلاسل وراح اشتغل الصدفة. سلسلة 3 عمود بلفة، 1 2 3، نرتفع 4 سلاسل، 2 3 4، ندور العمل، دور عمل، نشتغل الصدفة، نشتغل 2 سلسلة، نشتغل الصدفة. راح نشتغل 3 سلاسل، نجي نشتغل على كل عمود عمود بالبريد الخلفي، البريد الأمامي العفو، هاي على كل عمود عمود البريد الأمامي. هاي 10، نشتغل 2 سلسلة بهذا الشكل. الآن راح نجي بأول صنوبر اللي أسسناها، راح نبدي هماتين نسوي تناقص، نترك الأول ونترك الأخير ونشتغل في الوسط في ثاني واحد من العواميد، 1 2، هذا آخر تناقص في هذه المجموعة. تمام، نشتغل عمودين سلسلتين العفو، ونشتغل على كل عمود عمود من المجموعة هذه. بدت عندنا تبرز العفو الصنوبر الثاني، أنا كل شوي أسميها الأناناس. الصنوبرتين الثانيات بدن يبرزن عندنا. هاي كملت، هسه كملت هاي، بدينا بهذا. هذول هسه راح نبدي نكمل هاي الصدفة، واشتغل 4 سلاسل واكمل الصدفة، ونرجع نتناقص من الوحدتين هذول. تمام، هسه نشوف طريقة العمل. راح اشتغل الصدفة 4 سلاسل وارجع ادور العمل، اشتغل الصدفة و3 سلاسل وارجع لكم. بعد ما كملنا الصدفات اشتغلت 3 سلاسل. الان راح اني هسه بالدور الرابع بالنسبة لهذه المجموعة، فلما نوصل الدور الرابع لهاي المجموعة نبدي نأسس ونبدي التناقص. تمام، هسه راح اشتغل على هذا العمود اللي في بالصدفات، راح نشتغل عمود بلفة ونشتغل 3 سلسلة ونرجع نشتغل عمود بلفة. بهذا الشكل نرجع نشتغل 2 سلاسل ونرجع نتناقص. هسه راح نتناقص من بعد الدور الثالث، الدور الرابع يبدي التناقص، يبدي تأسيس تناقص. نترك أول واحد ونجي على بعده في البريد الخلفي، نشتغل عمود 2 3 4 5 6 7 8، هاي 8.
تركنا أول واحد، تركنا آخر واحد. نشتغل 1 2 بالوسط. راح نجي نأسس فوق هذا النهيناه، فوق المجموعة النهيناها راح يبدي تأسيس الوحدة. تمام. هذا عمود 3 سلسلة، عمود بلفة 1 2. نجي على بعدها أماكن راح يبدي التناقص. راح نترك أول واحد، نجي على الثاني ونشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8. بهذا الشكل إن شاء الله واضح وياكم. نشتغل 1 2 3 ونشتغل هنا، نشتغل 2 العفو 2 حتى نشتغل التأسيس بهذا المكان. أسسنا 1 2 3. شوفوا هي وحدة، بعدين نأسس 2، بعدين نأسس 3، بعدين دور، بعدين نأسس 4. مو البعد، بعد ما طبعا نأسس هنا بهذا المكان 3 أدوار، والدور الرابع هو التأسيس للدور الرابع يكون. تمام. العفو هنا راح نشتغل على هذا العمود عمود. انتبهوا بنات، بعض الأحيان واحد ينسى. أنا كم مرة أنسى وأفتح، الله يكون بالعون. 1 2 3 ونشتغل الصدفة. مكان الصدفة نشتغل صدفة. طبعا راح يكون الشرح وياكم إن شاء الله واضح، بس الدورين بعد، وحتى الفيديو ما يطول وياكم. 1 2 3 4 بهذا الشكل إن شاء الله واضح. هسه راح ارتفعنا ال4 سلاسل، نشتغل الصدفة، نشتغل 3 سلاسل. هاي 3 سلاسل بجنب الصدفات يكونون ثابتين بنات. الوسط ذولا الداخل على 2 سلسلة. تمام. خليني اشتغل هذا الدورين حتى تبين وياكم، تبرز النقشة. 1 2 3 1 2 نشتغل 3 عمود لفة، نشتغل 3 سلسلة 1 2 3. نجي راح نشتغل هسه على هذا المكان حرف الفي، نشتغل 10 عمود بلفة. اشتغل ال10 عمود بلفة وارجع لكم ان شاء الله. اشتغلنا ال10 عمود على الحرف الفي، نشتغل 2 سلسلة ونجي نشتغل على التناقص، نترك الاول والاخير ونشتغل في ثاني 1 2 3 4 5 6. هذا الشكل. نجي نشتغل 1 2 نأسس في الوسط، هذا حرف الفي راح نأسس 10 عمود بلفة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نشتغل 1 2 ونرجع نشتغل، نترك الأول واحد نشتغل اللي بعده. 1 2 3 4 5 6. نشتغل 1 2 ونرجع نشتغل 10 عمود بلفة على الفي اللي أسسناه للصنوبر. طبعا هاي الغرزة تنفع للشال أو تنورة أو أي شيء أو بلوزة المستقيم. طبعا الأشياء المستقيمة وتنفع للمثلث، بس حسب البدايات. البداية المثلث تختلف
عن بدايات الشي، يعني يكون مسطح 4 6 8 10. نشتغل 3 سلسلة، نشتغل الصدفة. أتمنى الشرح يكون واضح وياكم. ما أعرف، يمكن راح أكمل وياكم لحد ما نكمل هذول الصنوبر، يعني الفيديو راح يصير جدا طويل وبالتحميل يعذبني وبالمونتاج، فأحاول أختصر. هو أهم شيء التأسيس البداية، وبعدين واحد هو يمشي على البقية. هذا الشكل شوفوا بنات، شوفوا كيف أسسنا تأسيس تناقص. تمام، هو هذا العمل. راح أكمل وياكم ذني، أحاول أختصر بالفيديو شوية. راح أشتغل هسه ارتفعت 4 سلاسل، أشتغل الصدفة، أشتغل 3 سلسلة، أشتغل 10 في البريد الخلفي، أشتغل 10 في البريد الخلفي، 2 سلسلة. راح أجي هنا يصير التناقص، أترك أول واحد منه وأترك وأشتغل بالوسط، يكون عندي 4. وهكذا هنا 4 10 بالبريد الخلفي، 10 2 سلسلة، ونشتغل هماتين هنا في الوسط، ونكمل إلى نهاية الدور. بعد ما كملت الدورين أني، شوفوا وين وصلنا. هنا تناقصنا، كملنا هنا، كملنا ذني 3 أدوار بيهم، 3 أدوار. هنا هسه راح نرتفع ل4 سلاسل، الصدفة 3 سلاسل، نشتغل هنا التأسيس مثل ما اتفقنا. الدور الرابع من هذه الأدوار، من هذه الوحدة من الصنوبر، يبدي التأسيس. كل ما تنتهون من الدور الثالث تبدون بالدور الرابع، يبدي التأسيس في هذه المكانات. تمام، فوق الصنوبر المنتهي نشتغل تأسيس، والفوق العمود من الصدفة، هذا العمود الأخير أو البداية، يعني البداية يكون من هنا يكون النهاية، ومن هنا يكون البداية مالته. راح نشتغل تأسيس للوحدة. تمام، يعني تأسيس نأسس هسه، أسسنا الأدوار السابقة 3 صنوبر، هسه راح نأسس 4. فايش راح يصير عندنا؟ 1 2 3 4. تمام، إن شاء الله يكون الشرح واضح وياكم وتستفادون منه. وخلي شوفوا بنات، كل ما نرتفع تصير زيادة. شوفوا عندي بهذا كيف تصير الزيادات، بهذا الشكل يصير. طبعا هو أنا هسه هذا الشغالة بيه، جاي أشتغل بيه هذا اللون، لون التركوازي. واصلة إن شاء الله مرحلة بيه. هسه لحد الآن هاي ثالث شلة أو كوكلة عندي أني. فهنا غلطت طبعا، هنا سويت بس عمود واحد ومشيت تقريبا هذا الدور، ورجعت لهنا يلا شفته، ففتحته هذا كله فتحته. فراح نكمل إن شاء الله باقي الأدوار، وإن شاء الله تستفادون من الغرزة وتعجبكم. أتمنى عجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. في أمان الله وحفظه، مع السلامة.